الاربع حاجات دول هيساعدوك لو انت عايز تاخد قرار صح وقرار مصيري. طبعا احنا كلنا بنعاني في اوقات كتيره لما بنيجي ناخد قرار والقرار ده يكون مهم، فنبقى مش عايزين نبقى متسرعين وناخد قرار غلط، ولا طبعا تفضل متوتر ومتردد لغايه ما وقت القرار ده يروح والفرصه تضيع عليك عشان انت ما قدرتش تاخد القرار في الوقت المناسب. واكيد ما ينفعش تاخد القرار ده بدون دراسه ووعي للحاجه اللي انت عايز توصل لها. خد بالك بقى من الاربع حاجات دول لو انت عايز تاخد قرار صح. اول حاجه تركيزك وقت اتخاذ القرار، لازم تبقى في كامل تركيزك وتختار الوقت المناسب عشان تاخد القرار ده. تاني حاجه حالتك النفسيه هتاثر عليك بشكل كبير جدا وانت بتاخد القرار، فتاكد ان حالتك النفسيه مستقره، لا انت عصبي ولا غاضب ولا زعلان ولا حتى مبسوط قوي، لازم مشاعرك تكون مستقره. تالت حاجه تاثير الاخرين، خلي بالك لو في حد بيضغطك ان انت تاخد قرار معين او ان انت تاخد القرار بسرعه فتبدا انت تتاثر بيه وتاخد قرار غير مدروس. رابع حاجة هي أهواءك وتفضيلاتك الشخصية، زي صحابي هيعملوا الحاجة دي فأنا عايز أعملها، صحابي داخلين الكلية دي فأنا هدخل معاهم رغم دي ما تكونش دراستك المفضلة، أو أنا هقعد في المكان ده وقت أطول من اللازم شغل مثلا عشان أنا زمايلي موجودين رغم إن أنا عندي فرص أحسن، هفضل في نفس الشغل معاهم عشان صحابي كلهم موجودين هنا رغم إن أنا عندي فرصة أفضل. وانت بتاخد قرار مصيري ما ينفعش تاخده على اساس انا بحب ايه وما بحبش ايه، لان اللي انت بتحبه النهارده ممكن جدا ما تحبوش بكره، والعكس علاقاتك الشخصيه اللي انت ممكن تنتظر في مكان عشانها ممكن في لحظه تختفي. فلو انت بتاخد القرار اتاكد ان ده الانسب ليك والاصح ليك، مش لمجرد انا حابب ايه دلوقتي لكن ما فكرش في بعدين، لا دايما فكر في المستقبل قبل ما تاخد القرار، لان قراراتك النهارده هتعيش معاها بكره.